عليكم طلاب تالتة ثانوي. وحشتوني دفعة التابلت الجميلة. إن شاء الله النهاردة هنشتغلوا مع بعض حصة تفاعلات الحديد. طبعا أخدت النظري قبل كده، اللي كان بيشتكي من التصوير هتلاقي النهاردة جودة التصوير عالية قوي بإذن الله. هنكمل مع بعض دلوقتي تفاعلات الحديد. أخدنا الأيونات والاستقرار، هنسيب النظري شوية وهناخد تفاعلات الحديد أخلصها وأرجع لمين؟ الأيونات تاني. سم الله. قبل أي حاجة أنا عايز أمشي في التفاعل، لازم اراجع الفيديو بتاع الرموز والتكافؤ. انا كطالب عندي مشكله في معادلات الحديد، يا ابني سهله يا بنتي سهله. الفكره كلها كل مره هتطلع لي ورقه تكتب فيها الرموز دي، تلاقي الحديد بقى في جيبك بجد. تعالى كده معايا، لو بعرف اكتب صيغ الباقي سهل. ازاي؟ تعالى نشوف. الحديد رمزه اف اي، كلور سي ال. هيجي تكافؤه ثنائي. اكتب اتنين ولا ابدل؟ ابدل. طب بالنسبه للكلور احادي، صح. الناس اللي ناسيه تكتب عندها القاعده دي، قاعده كاف. مالها؟ تملها معايا لو انت مش حافظها. اي حاجه تبدا بالكاف ثنائيه ما عدا الكلور احادي. يبقى تاني، اي حاجه تبدا بالكاف ثنائيه ما عدا الكلور احادي. يلا بينا. الحديد اف اي، كلور سي ال. ثنائي هبدل التكافؤ. الكلور احادي اكتب حاجه؟ لا. يلا بينا. الحديد اف اي، كلور سي ال. الحديد تكافؤه ثلاثي هبدل التكافؤ. اكسيد حديد 2، الحديد اف اي، الاكسيد او. الحديد تكافؤه ثنائي والاكسيد تكافؤه ثنائي، هيروحوا مع بعض. الحديد اف اي، الاكسيد او. اكسيد حديد كام؟ 3. هبدل التكافؤ هنا 3، انا اسف تبقى حمار. ليه؟ في تبديل تكافؤ يا مستر. هتعمل ايه؟ 3 الناحيه التانيه. الاكسيد ثنائي تاخد 2. اكسيد الحديد المغناطيسي، الناس اللي مش مذاكراه ما ذاكرتوش قبل كده. اكسيد الحديد المغناطيسي عباره عن ايه؟ اكسيد مزدوج، عباره عن الثنائي والثلاثي مع بعض. يا اما حافظ الرمز بتاع المغناطيس او بجمع الثنائي مع الثلاثي. حديد 1 و2 3، او 1 و3 4. يبقى تاني، بالنسبة لتفاعلات الحديد، رقم 1 عشان أقدر أفهمها وأقدر أذاكرها بجيب ورقة وأكتب فيها الصيغ دي قدامي. سيادتك هتوقف الفيديو، هتعيده تاني ورقة وقلم وتعيد دول كمان مرة. تعالى يلا بينا مع بعض. عدت تمام. كمل هنا. كبريتات حديد 2، الحديد اف اي، الكبريتات اس او 4، والكربونات سي او 3. الحديد تكافؤه ثنائي، كاف ثنائي، هيروحوا مع بعض. جدع. الحديد اف اي، الكبريتات اس او 4، الحديد تكافؤه ثلاثي، هبدل التكافؤ باي 3. اي حاجه تبدا بالكاف ثنائيه ما عدا الكلور احادي. هكتب هنا كام؟ 2. كويس. الاحماض شرحتهم قبل كده في فيديو كافيه. هم دلوقتي الاحماض بقوا عليك حفظ. حمض الهيدروكلوريك HCl، حمض كبريتيك H2SO4، حمض نيتريك HNO3. بس يا معلم، ده رقم 1 في تفاعل الحديد. اللي ما كتبش الصيغ دي بيوقف الفيديو ويكتبها تاني لوحده. كل مرة قبل ما تذاكر تفاعل الحديد بتعمل الورقة دي قدامك، هتعرف تذاكر التفاعلات كلها. بعد إذنك ثانية هوقف الفيديو، أمسح السبورة وابتدي أتكلم معاك عن تفاعل الحديد بعد إذنك. يلا بينا نكمل مع بعض تفاعلات الحديد. أول حاجة عشان أشتغل في تفاعلات الحديد لازم أوزع الحديد عشان أفهم بس. ماشي يا مستر. 26 أرجون 18 فورس 2 3 دي كام؟ كده 20، اتفضل 6. كويس.
عندي الحديد فيه ايونات حديد 2 وايونات حديد 3. طبعا انت عارف الحديد 2 يعني فقد كام الكترون؟ 2. خدنا قبل كده يفقد من الاس وبعدين الدي. يلا بينا يا معلم. يبقى الفور اس وال3 دي. الفور اس 0، 3 دي كام؟ 6. طب الحديد موجب 3 يفقد 3. هيفقد 3 منين؟ من الاس وبعدين الدي. 4 اس 0، 3 دي 5. ممكن اسال سؤال، مين اكثر استقرار؟ الدي ب6 ولا الدي ب5؟ اكيد يا مستر ده اكثر تكرار. فاكيد العادي ان حديد 2 دايما نفسه يتاكسر، يبقى حديد كام؟ 3. العادي ان حديد 2 بيتاكسر، يبقى حديد كام؟ 3 اكسده. استنى، اللي ما يعرفش ليه يعني ايه كلمه اكسده يكتبها عنده. الاكسده عباره عن زياده في الشحنه الموجبه او فقد الكترونات. يبقى الاكسده عباره عن ايه؟ عمليه فقد الكترونات وزياده في الشحنه الموجبه. كده لو انت ركزت حصل عمليه اكسده للحديد. اكيد التفاعل ده عشان يتم محتاج عامل مؤكسد. لا يا مستر غلط حبيبي، العامل المؤكسد بيعمل اكسده. يبقى تاني، العامل المؤكسد بيعمل ايه؟ اكسده. والعامل المختزل بيعمل اختزال. كمان مره. يبقى الحديد هنا موجب 2 دايما بيتاكسد، يبقى كام؟ 3. عشان يتم عمليه الاكسده بحتاج عامل مؤكسد او بحتاج الهواء، وده هيبان معايا في التفاعلات. تعال نشوف ازاي. سمي الله، بسم الله، وصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. 1. الحديد المسخن للاحمرار. هات حديده سخنها لدرجه الاحمرار مع الاكسجين او البخار، واديها اكسجين او بخار تبقى مغناطيس. مش فاهم، بالراحه. اول حاجه الحديد اهو هسخنه الاحمرار واديله اكسجين. او ولا او2؟ او2 تسخين. في تكه، نعم. درجه الاحمرار الحريق كام يا مستر؟ 500 درجه مئويه. دي درجه ايه؟ الاحمرار. تاني، يبقى درجه الاحمرار كام؟ 500 درجه مئويه على السهم. الحديد مع الاكسجين بيعمل نوعين من الاكسيد. بيعمل يا مستر، بص يا حبيبي، بيعمل اكسيد حديد ثنائي ويعمل اكسيد حديد ثلاثي. يبقى كمان مره، الحديد لو سخنته لدرجه الاحمرار واديته اكسجين بيحصل له عمليه اكسده. هيطلع كام نوع من الاكسيد؟ 2. اكسيد حديد ثنائي واكسيد حديد ثلاثي. لو انت بتفهم، الاكسيد الثنائي والثلاثي على بعض خدناهم من شويه، ده عباره عن مين؟ اف اي. كام حديده؟ 3. كام وهي 4؟ مش ده المغناطيس؟ فانا بذاكر كالاتي: لو جبت حديد وسخنته الاحمرار واديته اكسجين هيبقى مغناطيس. بقولها ازاي؟ سمي الله وسمع. يلا بينا. الحديد المسخن للاحمرار، سمع، الحديد المسخن للاحمرار مع الاكسجين او البخار يبقى مغناطيس. معادلات الحديد بعد اذنك فهم وحفظ. نظام جديد نظام قديم مش فارقه، بفهم واحفظ. انا فهمت اللي حصل، مش محتاج الفهم تاني. تاني، كل الطلبه هنا معايا. لو جبت حديد سخنته لدرجه الاحمرار كام؟ 500 درجه مئويه، واديت له غاز الاكسجين يبقى مغناطيس. لما اجي اذاكر هيبقى بكتب رمز المغناطيس على طول. ايه رمزه؟ اف اي 3O4. شكرا، كده انت صح. بس طب انا هعمل ثنائي وثلاثي اجمعهم، هتلخبط نفسك على الفاضي. يبقى لو جبت حديد سخنته الاحمرار اديته اكسجين يبقى مغناطيس. تعال نوزن. هنجيب قلمنا الازرق اهو ونوزن بيه. الوزن دايما من بره، الرقم اللي هنا. كام حديده؟ 1
طلع كام؟ 3. حط هنا 3. هل ده بيتحفظ الوزن؟ لا، بيتفهم. ها؟ كام اكسجينه؟ 2. طلع كام؟ 4. فكره الوزن، بعد لازم اللي هنا يبقى قد اللي هنا. الاكسجين 2 طلع 4، عشان تبقى 4 اضرب في كام؟ في 2. الناس الضعاف في الوزن ان شاء الله بكره او بعده اعمل لك حصه الوزن باذن الله. انا كده عملتها مع الاكسجين. سمع القاعده، يلا بينا. دي قاعده من علميه في الكيمياء يا معلم. سمعها معايا. الحديد المسخن للاحمرار مع الاكسجين او البخار يبقى مغناطيس. اخدنا الاكسجين، يلا بينا البخار. حديده H2O ده بخار الماء. يبقى البخار ده عباره عن بخار الميه يا جدع. فيبور. يعني ايه كلمه فيبور؟ بقول له ان ده بخار. سهل. درجه الاحمرار كام؟ 500 درجه مئويه. كويس. هو ايه اللي يحصل؟ الحديد ياخد الاكسجين ويبقى مغناطيس. ادي رمز المغناطيس. انا خلصت. لا، لازم تبقى بتفهم يا معلم. ازاي؟ هو اخد الاو عمل مغناطيس. يتفضل مين هنا كنواتج؟ H2. غاز متصاعد السهم لفوق. ما تيجي نوزن مع بعض. يلا بينا. عد. الحديد كام؟ 1. طلع 3. هضرب في 3. جدع. H2 طلع H2 زي ما هي. O واحدة طلع كام؟ 4. تاني. الأو واحدة مش 7. ده فيبور يا ابني بالله عليك. الأو كام؟ واحدة. طلع كام؟ 4. يبقى كده أضرب المركب كله بره في كام؟ في 4. الوزن ضرب. أضرب دي هنا مرة ودي هنا مرة. الأو اتظبطت 4. طب الاتش 4 في 2 8. 4 في 2 8 اتظبطت. بس سمع مع اللعبه. يلا بينا معلم. الحديد المسخن للاحمرار مع الاكسجين او البخار يبقى مغناطيس. قشطه يا معلم. هنا معايا. هنا الحديد هسخنه مع الكبريت يا عم عادي. ادي الحديد رمزه Fe. الكبريت اس. سخن. جدع. تبقى فس. شفت ربنا؟ نعم. بس كده اهو. فس. يبقى تاني، هات حديد اديله كبريت وسخن يبقى فس. بس اسمه ايه؟ كبريت. غلط. امال اسمه ايه يا مستر؟ كبريتيد. حديد ثنائي. بس تعال نشوف هنا الحديد مع الكلور بالتسخين. معايا؟ ماله يا مستر؟ هقول الحديد زائد غاز الكلور Cl ولا Cl2؟ Cl2. واديني سخنت. هيطلع مين؟ تعال نشوف مع بعض. لقينا الناتج FeCl3. في ولد رفع ايده. هو ليه ما طلعش 2؟ كده ده واحد بيفهم او واحده بتفهم. تعالى. العلماء لقوا ان الكلور ده عامل مؤكسد قوي. مستر عندي سؤال، يعني ايه كلمه عامل مؤكسد؟ حبيبي العامل مؤكسد اهو بيشغل تفاعل اكسده. بجد اهو. الكلور ده عامل مؤكسد قوي بيشغل عمليه الاكسده. هو ايه اللي هيحصل؟ في البدايه بيتكون فعلا ملح الحديد 2. الكلور ماده مؤكسده هتاكسد حديد 2 تخليه كام؟ 3. كمان مره. مستر في سؤال، هو ليه بيتكون كلوريد حديد 3 مش كلوريد حديد 2؟ الفكرة احنا عارفين الحديد الثنائي دايما بيتأكسد عشان يبقى كام؟ ثلاثي. لو في هواء هيأكسده صح؟ هنا في وسط التفاعل انا شغال بالكلور، دي مادة مؤكسدة يعني بتشغل تفاعل أكسدة فعلا بيتكون الحديد الثنائي يتأكسد يبقى ثلاثي. يبقى تاني، الحديد مع الكلور بالتسخين يدي مين؟ كلوريد حديد 2 ولا 3؟ 3. ليه يا مستر كلوريد حديد 3؟ عشان الكلور عامل مؤكسد قوي. ماشي. فاضل لي الوزن. هتوقف الفيديو ثانية وتحاول توزن وانا معاك. معايا طبعا. يلا بينا رجالة اللي حاولوا يوزنوا.
هوزن ازاي؟ اكتب على الوزن دي بعد اذنك طريقة المقصات. الصبيان والبنات انا عامل، او الدكاتره وباشمهندسين بتاعنا ان شاء الله، عامل 5 طرق للوزن. نعم، توزن اي معادله. ان شاء الله اعمل فيديو باذن الله قبل فيديو معادلات الجاي يشرح الوزن. بعد اذنك اكتب عندك طريقه المقصات، اكتب كده وقف الفيديو، معاك ورقتك معاك قلمك واشتغل معايا. ايه يا مستر طريقه المقصات؟ يلا بينا، انا معاك مستنيك. طريقه المقصات هتكتب كالتالي، بين قوسين بعض المعادلات. يعني ايه بعض المعادلات؟ بعض المعادلات بتوزن، مش كل المعادلات بتوزنها للاسف، بعض المعادلات. اكتب عندك لما يبقى نفس الرمز، بالراحة، لما يبقى نفس الرمز في الطرفين تحت أرقام مختلفة، تحت أرقام مختلفة. بص كده، لما يبقى نفس الرمز أهو، سي ال وسي ال في الطرفين تحت أرقام مختلفة، مرة 2 ومرة 3. يبقى تاني، لما يبقى نفس الرمز في الطرفين تحت أرقام مختلفة نعمل مقص. أكتب نعمل مقص خط على كلمة نعمل مقص بين قوسين، أي نبدل الأرقام من بره. يلا بينا. السل هنا رجالة وبنات مرة كام؟ 2. بوزن بالقلم الأزرق. مرة كام؟ 3. هعمل مقص، هضرب في 3، هضرب المركب كله في 2. اتأكد الوزن ضربة 3 في 2 6، 2 في 3 6 كده صح؟ لا، اتأكد من الأول خالص يا حبيبي. حديدة واحدة طلعت كام؟ 2، هضرب في 2. بس هوقف الفيديو دقيقة، همسح وراجع معاك المعادلات دي. أنا معاك بعد إذنك. يلا بينا مع بعض. أنا بذاكر معادلات الحديد إزاي؟ قلت لك بفهم وأحفظ. أنا خلاص فهمت، شكرا. تعال نطبق. وأنت هتذاكر كده، الحديد المسخن للاحمرار مع الأكسجين أو البخار. تمام، بكتب معادلتي عشان ما تتوهش. أنا حافظ وذاكرت وفهمت. الحديد مع الأكسجين هيديني مغناطيس، الحديد مع البخار يديني مغناطيس. يلا بينا. الحديد مع المسخن للاحمرار، اللي هي درجة الاحمرار كام؟ 500 درجة مئوية، بقى مغناطيس اف اي 304. كويس. طب يا مستر الحديد مع البخار يدي برضو مغناطيس. انا خلصت للاسف. لا، في غلطة عندك. ايه الغلطة يا مستري؟ تعالى بص يا حبيبي، هنا اخد الاو بقى مغناطيس، اتفضل مين؟ الاتش، يبقى لازم اقول له زائد اتش 2. فاضل لي الوزن، يلا نوزن. حديدة بقت 3، القلم الازرق بتاع الوزن ثانية اجيبه اهو. هوزن ب3. الاو 2 طلع 4، هوزن ب2. لو ركزت الوزن ما بتحفظش، بيتفهم. حديدة طلع 3، هوزن ب3. اتش 2 اتش 2. وهاية طلع 4. لما تيجي توزن دايما اوزن بالترتيب من الشمال. وهاية طلع 4، يبقى اضرب دي في كام؟ في 4. اتش 2 في 4، يبقى الاتش 2 اضربها في 4. شكرا. طب يلا بينا. الحديد مع الكبريت تبقى مين؟ فس. كبريتيد حديد 2. كويس. الحديد مع الكلور، وانا بذاكر بكتب تحت الكلور ده عامل مؤكسد قوي، هيشغل تفاعل اكسده. هيتكون مين؟ كلوريد حديد 2، بعد منه كلوريد حديد 3. اف اي سي ال 2 ولا 3؟ 3. يبقى ليه بيتكون كلوريد حديد 3 مش 2؟ ده باينه قدام اهي، لان الكلور عامل مؤكسد قوي، اكيد هيأكسد املاح حديد 2 الى املاح حديد كام؟ 3. عاوز اوزن مقص ازاي؟ مره السي ال 2 ومره 3، هعمل مقص اهي، هضرب في 3
هضرب في 2. اتأكد، حديدة طالعة 2 هوزن ب2. في حتة خد بالك منها، ليه طالع هنا كبريتيت حديد 2 مش 3؟ هو الكبريت هنا يعتبر عامل مؤكسد ضعيف. يعني ايه يا مستر عامل مؤكسد ضعيف؟ هيشغل تفاعل اكسده الاخر؟ لا، هيبقى اخره انه يكون ملح الحديد 2 بس. ماشي، ركز في اللي جايه دي يا معلم. تفاعل الاحماض الحديد مع الحمض المخفف، في حته كان علينا كلنا في ثالثه اعدادي علوم، المخفف معانا ايه ومركز معانا ايه؟ اكتب عندك بقلمك في كراستك، ضايل يعني مخفف. الحاجات دي مش في المذكره حبيبي، ها؟ ضايل يعني مخفف، كونك يعني مركز. اكتب كده ضايل يعني مخفف، كونك يعني مركز. انا نظام جديد حبيبي، ممكن يجيب لك رسمه مكتوب عليها ضايل او كونك، هتفرق في النواتج، خد بالك. وقف الفيديو ونقلها وانا مستنيك. جدع للناس اللي نقلت الجميله، همسحها واكمل معاك. التفاعل مع الاحماض المركزه رقم 1 هيجيب لي حمض هيدروكلوريك، ده حمض HCl صح؟ تعال نشوفه. الحديد Fe زائد هيدروكلوريك HCl مخفف ضايل. قلنا ضايل يعني ايه مخفف، جدع. ثواني، النواتج هقول لك حكايتي. انا ومراتي وبنتي لسه امبارح كنا عاملين نتفرج على التلفزيون على فيلم الخالة نوسة بتاع محمد هنيدي، جدع اهو. كان الواد ده اللي اسمه محمد هنيدي، عارفينه طبعا كلنا اهو. كان ماشي مع نوال، لا يا ابني دنيا سمير غانم، ام شعر دي دنيا. كان بيتكلموا على البرتقال والسفنج دي، فجأة طلع عليهم راجل محترم ده اللي اسمه بلطجي. تعرف البرتقانة دي؟ لا. مستر انا فاكر اللي حصل في الفيلم، سيرة الاسعاف جت ده طلع يجري صح. ما تيجي كلنا نسرح بخيالنا، ايه اللي يحصل لو السريره ما عدتش؟ يلا اقول لك انا معلم، انا عارف يا كلب. ايه اللي هيحصل؟ البلطجي كان هيطرد مستر هنيدي، الراجل ده محترم، هياخد دنيا يروحها لغايه البيت. ليه؟ عشان ما حدش يعاكسها. نعم تاني، يبقى البلطجي هيطرد مين؟ هنيدي، وياخد دنيا يروحها لغايه البيت عشان ما حدش يعاكسها. تعال نشوف فين البلطجي. الحديد. مين هنيدي؟ هيدروجين. مين دنيا؟ سيال. ايه ده؟ استنى، الكلام ده انت اخدته في علوم اعدادي. كان في سلسله اسمها سلسله نشاط الكيمياء، الاتش تحت في النص، اللي فوق قوي واللي تحت ضعيف. الحديد كان فوق قوي دايما يطرد اللي تحته، كان اسمها سلسله النشاط الكيميائي. هتكمل معانا في الباب الرابع كمان مره. ماشي، يبقى الحديد عندي مسجل خطر في السلسله قوي يطرد اتش الحمض اهو، قوي بلطجي يطرد اتش. اطلعي بره اتش، انا من عيله واطيه. اتش بس لا، اسمها اتش 2. الصبانه والبنات كلنا عارفين من اعدادي ان الهيدروجين بيتكتب اتش 2، الاكسجين بيتكتب او 2، واكتب جنبهم عيله 2. مصري انا مش عارفهم، اخلص واكتبهم لك يا حبيبي. ده عيله مين؟ 2. يبقى تاني، يبقى الهيدروجين من عيله اسمها عيله 2، في الطبيعه من كام ذره؟ ذرتين. يبقى اكتب اتش ولا اتش 2؟ اتش 2. كمل. الحديد هياخد السي ال، تبقى اف اي سي ال ثلاثي. لا، اللي طلعت اف اي سي ال 2. سمعك او سمعك يا مستري؟ بص هنا، ده طلع كلوريد حديد 3، انت مش شايف؟ شايف. ليه طلع 3؟ عشان الكلور عامل مؤكسد قوي. تعالوا كلنا نبص هنا، مش هنا تكون غاز الهيدروجين؟ المعروف عن الهيدروجين ده عامل مختزل. يعني ايه عامل مختزل؟ دايما بيعمل تفاعل اختزال. ايه ده مستر؟ خد بالك ساعات بيتكون ملح كلوريد حديد 3. وجود الهيدروجين عامل مختزل يمنع تكونه، او
بيختزل دايما اي ملح 3 هيخليه 2. تاني، في سؤال، اللي طلع هنا كلوريد حديد 3 عشان الكلور عامل مؤكسد. كويس. طب ليه هنا بيطلع كلوريد حديد 2؟ عشان الهيدروجين ده عامل مختزل، يختزل املاح حديد 3 الاملاح حديد 2. او عارفين مقاومة الفيزياء؟ المقاومة دي الحاجة اللي بتمنع مرور التيار، برضو نفس النظام. وجود عامل مختزل بيعمل مقاومة. يعني ايه يا مستر؟ بيقاوم عملية الأكسدة. هيتكون حديد 2 عاوز يتأكسد يبقى 3، ما ينفعش عشان معاه مادة مختزلة. المادة المختزلة ما بتشغلش تفاعل أكسدة، بتوقف تفاعل الأكسدة آخره لغاية هنا. يبقى تاني، مستر سؤال، اللي بيتكون أملاح حديد 3، أنا آسف، اللي بيتكون أملاح حديد 2 مش 3 عشان بيتصاعد غاز الهيدروجين ده عامل مختزل. ممكن أقولها بيختزل أملاح حديد 3 ل 2، صح؟ أو بيقاوم أو يمنع تكون ملح الحديد 3. هنعيدها كمان مرة وأنت معايا. يلا بينا يا معلم. الحديد قوي او بلطجي يطرد اتش. اطلعي بره، انا من عيله واطيه. اسمها عيله مين يا مستر؟ عيله 2. ده غاز الهيدروجين زائد، هياخد السي ال ويوديه الناحيه التانيه. اف اي سي ال 2 ولا 3؟ 2. ليه بيتكون املاح حديد 2؟ عشان الهيدروجين ماده مختزله او عامل مختزل، بيمنع تكون املاح حديد 3 او يختزل 3 الى 2. جدع. الوزن، حديده طلع حديده، اتشايه طلع 2، هوزن ب2 اتوزنت. ماشي يا مستر، ما تيجي ناخده معادله كمان. همسح دي وناخده معادله تانية بعد اذنك. يلا بينا يا جماعه. نعم يا مستر. قبل اي حاجه، في ناس فينا مش حافظه عيله 2، اللي هي العناصر من ذرتين في الطبيعه. لو انت مش حافظها هتقولها معايا وبعدين توقف الفيديو تنقلها عندك وتكتبها، ويبقى دي قدامك وانت بتذاكر. ايه ده؟ مع الرموز او الصيغ اللي خدناها في اول حصه. تعالى معايا يا معلم. عيله 2 في 7 عناصر في الطبيعه من ذرتين. سمعهم معايا يلا. H2 O2 N2 F2 Cl2 Br2 I2. لما تبقى لوحدها يعني ايه ده؟ استنى شويه، يلا نسمع. H2O2 N2 F2 Cl2 Br2I2. يلا بينا مع بعض. H2O2 N2 F2 Cl2 Br2I2. الشرط لما تبقى لوحدها. مش فاهم حبي؟ لو عندي NaCl ده مركب، تحط 2 يبقى حضرتك حمار. ليه يا مستري؟ عشان الكلور هيبقى احادي. انا اسف، عشان الصوديوم احادي. تاني، لما اي حاجه من دول تبقى لوحدها بتاخد عيله ايه؟ بتاخد 2. عشان كده دايما دي عيله ايه؟ 2. عامله زي الاوزون O3 من كام ذره؟ من 3. في 7 عناصر في الطبيعه ليهم كام ذره؟ ذرتين. يبقى H2 معانا ذرتين مش تكافؤ، O2 ذرتين مش تكافؤ، وهكذا. لو حد جنبها NaCl ينفع دي 2؟ لا يا مستر، ببدل تكافؤ. يبقى الشرط هنا لما تبقى ايه؟ لوحدها دي 2. ماشي يا مستر. في رسم بياني بعد ما اخلص المعادلات هنقولهم مع بعض. هات قلم، هات لي ورقه او كراستك اشتغل معايا. نعم، بيقول لي ايه؟ تفاعل الحديد مع حمض هيدروكلوريك مخفف. يلا بينا يا معلم. الحديد Fe، هيدروكلوريك HCl، مخفف على السهم ضايل. يلا نشتغلوا مع بعض. انا وقفت ومستنيك. انا بفهم مش بحفظ. لا انت قلت لي فهم وبعدين حفظ، لا ده فهم بس. لو انت فاهم هتحل بسهوله. ده قوي بكتب تحت منه قوي. بلطجي جدع اكتب بلطجي يا عم. يطرد اتش الحمض. يلا بينا.
اطلعي بره اتش، لا اتش 2. ليه اتش 2؟ بتقول له انا من عيله واطيه. اسمها عيله ايه يا حبيبي؟ 2. طبعا كلنا عارفين الغاز ده اللي هو الهيدروجين يشتعل بفرقعه زائد اللي فيه ياخد السي ال ويوديها الناحيه التانيه. تطلع اف اي سي ال 2 ولا 3؟ 2. ليه يا مستر؟ عشان الهيدروجين عامل مختزل. اللي بيذاكر ويكتب زي ما انا عملت بالظبط هو كده بيذاكر كل حاجه. عرف ان الهيدروجين مختزل، يا بيختزل 3 يخليها 2 او بيمنع تكون 3. هل اللي بيتكون املاح حديد 3؟ لا، املاح حديد كام؟ 2، عشان الهيدروجين ماده مختزله. في وزن اتاكد، حديده طالعه حديده، اتشايه طالعه 2، هضرب في 2 اتوزنت. تعال هنا، حديد مع مين هنا؟ حمض كبريتيك مخفف. يلا بينا، قلمك واشتغل. حديد زائد H2 SO4 دايل. يعني ايه كلمة دايل؟ مخفف. يلا يا معلم، ماشي انا معاك. ايه اللي هيحصل؟ قوي يطرد اتش. استاذنك كمل لوحدك، حاول تكتب معادلة لوحدك، انا مستنيك. يلا رجاله وبنات، ده قوي طرد اتش. اطلعي بره، انا من عيله 2 واطيه. ماشي يا اخويا اسكت. اللي فيه تاخد اس 4 تبقى فيسو 4 ثنائيه. واحد قال لي فيسو 4، اه طبعا يا ابني فور فن. حاجات دي انت بتذاكرها كده اسهل. ليه بتطلع ثنائيه يا مستر؟ عشان ده عامل مختزل. مستر وانا لازم اكتب دي؟ لا حبيبي ملهاش لازم. لازم اكتب دي؟ ملهاش لازم، انا اسف. اهي المعادله اتكتبت، ما زعلتنيش. فيها وزن؟ لا، بصيت لها لقيتها موزونه. تعالى بقى نشوف حكايه الرسم البياني. ايه ده بجد رسم بياني؟ اه. بيقول لي الحديد مع حمض هيدروكلوريك مخفف. الحديد مع حمض كبريتيك مخفف، ماشي. ايه اللي هيحصل؟ عاوز التغير في الكتله قبل وبعد التفاعل بيحصل لها ايه؟ بتزيد؟ بتقل؟ ما اعرفش. في واحد قال لي اعملها كده. غلط. غلط اه. طبعا كنا عارفين كده يعني بتقل. انا عاوز افهم. تعالى يا ماما، مثال البيضه بيجيب من الاخر. بيضه اه. مستر بلاش بيض. لا والله هيفهمك، ده اسهل مثال اصلا. هتروح في بيتكو وتعمل تجيب مين؟ براد، مين؟ كسرول، اي حاجه تعمل فيها بيض. اي اناء عملت فيه بيض، حطيته على النار. ادي بيضه وادي ميه. انا بسخن على النار. قبل التسخين كانت الكتله 200. لما تيجي تسخن ايه اللي هيحصل يا مستر؟ البديهي ان الميه دي هتطير وتطلع في شكل بخار، صح؟ بعد ما البيضه تتسلق وكل حاجه، تعالى اوزن. انت لو بتفهم الكتله تفضل 200؟ اكيد لا، هتقل. ينفع تخلص؟ لا يا مستر، ده في بيضه. الميه والبيضه مع بعض كان كتلتهم 200. الميه اتبخرت، يا اما كلها يا جزء منها، اكيد الكتله هتقل اه، بس عمرها ما تخلص، هتثبت تاني. هنا الكتله قلت لغايه لما خلصت. غلط. امال ايه اللي بيحصل؟ الكتله هتقل تقل تقل لغايه لما تثبت. ممكن تاني يا مستر؟ عينيا. الكتله قلنا بتقل لغايه لما تثبت. عاوز افهم، تعال نشوف. هفرض ان الكتله قبل التفاعل كانت 200. مش طلع غاز؟ الغاز يعني طار. اكيد الكتله هتفضل زي ما هي ولا عماله تقل 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 تقل؟ عشان الغاز ده ماله طار. طب لو ما طلعش غاز يا مستر، اكيد يا ابني تفضل الكتله ثابته. يبقى تاني، الكتله كانت 200، ليه قلت بعد التفاعل؟ عشان طلع غاز. طب لو ما طلعش غاز اكيد الكتله ثابته. يبقى الكتله بتقل 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 لغايه لما تثبت. سامعك. واحد قال لي يا مستر طب لو انا عملت هنا سداده، يعني قفلت الاناء، هل الكتله تتغير ولا تفضل ثابته؟ ثابته بكام؟ ب 200، عشان في سداده. فتحت السداده الكتله
عماله بتقل. يبقى تاني سجل دي عندي ان الكتله عماله بتقل. هتخلص؟ لا، هتقل لغايه لما تثبت. الرسم البياني ده هتسجله عندك وهتكتب لمين؟ الرسم البياني ده في حاله ايه؟ تصاعد غاز. اي تفاعل بيطلع غاز دي الرسمه بتاعته عشان ما تعرفش نفسك. طب طلع بخار، اكيد دي الرسمه بتاعته. ماشي يا معلم. خد بالك الرسمه دي اصلا في الباب التاني في المسائل. تهزر؟ اتكلم بجد. ده كده تربيط على الباب التاني، بنشرحها من دلوقتي. دي هنوقف الفيديو وبعدين هناخدوا الاحماض المخففه، لا المركزه، بعد اذنك. يلا بينا نشوف عفوا تفاعل الحديد مع الاحماض المركزه الساخنه. اول حمض عندي اللي هو حمض الكبريتيك المركز. لسه اخدينها، خد بالك هنا في شرط كونك مركز ساخن. تعال نشوف النواتج. طلعت ملح الحديد 2، ملح الحديد 3، ميه وغاز SO2. في ناس بتحفظها بتطلع مين مع الحمض المركز؟ املاح حديد 2 3 ميه ثاني اكسيد كبريت. ماشي يا عم، انا عاوز افهم. عاوز تفهم فمعلش عشان تفهم التفاعل ده عاوز منك سنين التركيز. التفاعل ده للاسف بيتم في 4 خطوات، حقيقة احفظه ارحم بالراحه. كل حاجه في طريقه للفهم ليها، يعني حاول نفهمها يا معلم. اهي ادي الحديد، هتجيب له مين؟ حمض كبريتيك مركز ساخن. كونك تسخين. الرجاله والبنات لو ركزوا في شرط هنا حبيبي التسخين، ان هو مركز ساخن. في النظام القديم الشرط ده كان بينقص نص. التسخين المركز ساخن بينقص نص. تعال نشوف اللي بيحصل ايه. اول خطوه احب اكتبها بالطول، عاوز اعرف الطالب انها مش مهمه، افهم بيها بس. اول خطوه حمض الكبريتيك بيتكسر بالحراره اللي هي التسخين. مركز ساخن بيتكسر، يدي مين؟ اللي انا اعرفه الاتش تشد الاو تطلع ميه زائد هيطلع غاز SO2. مين ده يا عم؟ ثاني اكسيد كبريت. ماشي، بص كده بعينيك. كام او؟ 3 وهنا 4، يتفضل واحده اكتبها او صح. سمعك او سمعك مستر؟ نعم. مش هي O2 صح؟ اللي عايز اكتبها O2 اكيد في وزن بنص. تاني كمان مره. حمض الكبريتيك المركز بالتسخين بيتكسر لثلاث حاجات: ميه، ثاني اكسيد كبريت، وغاز الاكسجين. تصور كده طلع اكسجين لا قدامه حديد، هيعمل فيه ايه؟ اول خطوه يأكسده. هيأكسده لمين؟ اكسيد حديد 2 واكسيد حديد 3. دي اول خطوه. يبقى تاني، اول خطوه عندي الحمض بيحصل له ايه؟ بالتسخين يبدا يتكسر ويطلع غاز الاكسجين، يقابل الحديد يأكسده. الاكسيد حديد ثنائي واكسيد حديد ثلاثي. في مشكله؟ الخطوه الثانيه بيحصل او الثالثه بيحصل عمليه تبديل. ففي ولد او بنت قال لي تبديل ازاي يا مستر؟ تعالى يا ابني نشوف. انت حتى لو وقعت مني هنا بتكمل معايا وهمسحها واعيدها تاني بطريقه اسهل، بس لازم تركز. هيحصل تبديل البنات هيبدل مع مين يعني يا مستر؟ ما خلاص كده. لا، شايفين الحمض ده ماله؟ جزء منه اتكسر وجزء لا. ما فهمتش. الرجاله ما فهمتش. اعمل ايه يا مستر؟ حبيبي البنوته اللي قاعده قدامي او الولد اللي قاعد قدامي ماله؟ بلاش الولد عشان ما بيعملش كده. البنوته مالها يا مستر؟ بتساعد مامتها. مامتي كنت بتساعدها في عمل الاكل، تقول لك قلبي كويس. طب ليه قلبي؟ عشان الاكل بيستوي من تحت، فلازم اقلب عشان كله يستوي. وانا بعمل التفاعل لو ده اناء وانا بسخن من هنا، الجزء من الحمض اللي تحت يبدا يتكسر، اللي فوق لا. تقصد ايه؟ في جزء من الحمض اتكسر
اكسد الحديد لاكسيد ثنائي واكسيد ثلاثي وجزء لسه. هو ايه اللي هيحصل؟ هيحصل عمليه تبديل. يعني إيه تبديل؟ اقسم ده الموجب وسالب، الموجب على اليسار، السالب على اليمين، الموجب على اليسار، السالب على اليمين. طب ده الموجب على اليسار، السالب على اليمين. يلا بينا. الموجب يشد السالب في الصفر ثنائيه. ليه؟ عشان ده ثنائي. زائد الموجب يشد السالب في الصفر ثلاثيه. زائد الموجب ده ياخد السالب ده، صح؟ الاتش بتاخد الاو تعمل ميه. لو انت ركزت كويس. فاضل خلصت؟ لا. ليه يا مستر لا؟ تعالى يا معلم. التفاعل ده كده تم، صح؟ بس انت نسيت ان اول خطوه عندك طلع مين؟ الحمض اتكسر، الاكسجين بح. ليه يا مستر بح؟ عشان الاكسجين اللي عندي عمل عمليه الاكسده، اكيد خلص. في حاجه اسمها هيبقى نواتج ثانويه. يعني ايه كلمه نواتج ثانويه؟ الميه ده ناتج اول خطوه لما الحمض اتكسر، المفروض اكتبها هي والغاز. بص هنا، الميه موجوده قشطه، يتفضل مين؟ الغاز SO2. ممكن تاني يا مستر؟ عينيا، بس عاوز البنات والرجاله يكتبوا حاجه، وهتلاقي ده في الورق. بس خد بالك الورق بنزله بعد ما انزل الفيديو، قبل ما يتحمل. هنزله في اول تعليق ان شاء الله. تعالى معايا. هتكتب عندك يا مستر عاوز اسال سؤال، اكتبها وبعدين هعيد تاني. حمض الكبريتيك عامل مؤكسد. لما يأكسد مادة مؤكسدة لو بالتسخين عملت أكسدة اتكسرت، يطلع مية وغاز SO2. اكتب ايه؟ حمض الكبريتيك عامل مؤكسد، لما يأكسد يطلع مية وغاز SO2 كنواتج ثانوية. مستر عيد المعادلة تاني عينيا. دقيقة بعد إذنك هوقف الفيديو ونعيد المعادلة تاني مع بعض. يلا بينا نعيد. أول حاجة، حمض الكبريتيك عامل مؤكسد، بالتسخين بيتكسر ويطلع غاز الأكسجين. فبقول حمض الكبريتيك عامل مؤكسد، يأكسد الحديد. ماشي إلى، بكتب تحت ده للفهم بقلم الرصاص عشان أفهم. أكسيد حديد 2 وأكسيد حديد 3. يلا بينا. عمل أكسدة كويس، بعد كده بيحصل عملية تبديل. تبديل الموجب على اليسار، السالب على اليمين، الموجب على اليسار، السالب على اليمين، الموجب على اليسار، السالب على اليمين. يلا بينا. الموجب ده هياخد السالب ده، تبقى فالصفر ثنائية. ليه ثنائية؟ عشان ده ثنائي. طب يلا بينا. الموجب ده هياخد السالب ده، تبقى فالصفر ثلاثية. اقف عندك، ده ثلاثي وده ثنائي، في تبديل. ليه ثلاثي؟ هنا 2 وهنا باي 3. الناس الضعيفة في تبديل التكافؤ اكتبها فيها، مش عيب. اهم حاجة يا جماعة وانا بطلع النواتج اتأكد من تبديل التكافؤ، لازم ابدل تكافؤ. زائد الموجب يشد السالب، الاتش يشد الاو، تطلع ميه. انا خلصت؟ لا. ليه؟ في ناتج ثانوي ما كتبتوش، سمع معايا. حمض الكبريتيك عامل مؤكسد، لما يأكسد طلع ميه وغاز SO2. بس يبقى كده اللي حصل كالآتي: واحد، الحمض اتكسر طلع أكسجين، هيأكسد الحديد لأكسيد ثنائي وأكسيد ثلاثي. كويس. بعد كده هيتم عملية التبديل، الموجب يشد السالب، الموجب يشد السالب اهي، هيطلع ده مين؟ كبريت حديد 2. ليه؟ الحديد ثنائي. طب ده الموجب يشد السالب، كبريت حديد 3. ليه؟ الحديد ماله؟ ثلاثي. الموجب ده اللي هو الاتش ياخد الاو، الاتش يشد الاو تعمل ميه. اوعى تنسى الناتج الثانويه، تسمع حمض الكبريتيك عامل مؤكسد، لما يأكسد
طلع ميه وغاز SO2. سيادتك هتوقف الفيديو وهترجع المعادله تاني وتكتبها لوحدك. لا، اكتبها مع الفيديو مره وبعدين هنكتبها مع بعض تاني. وقف الفيديو وانا معاك. يلا بينا يا معلم. في حاجه اسمها في الوزن كود وزن. اكواد في واحد قال لي كود الوزن يا مستر يعتبر حفظ. والله يا حبيبي لو انت ضعيف في الوزن اسالك الاكواد. تقريبا في 6 اكواد في المنهج كله. كام كود؟ 6. مصلحه اللي بيهم الاوزان كلها الصعبه. بس انا مش بحفظ وزن، دي معادله وزنها صعب وانت ضعيف في الوزن، بحفظ لها كود. كود الوزن 3 8، واوزن الناحيه التانيه تاني. كود الوزن ايه؟ 3 8، واوزن الناحيه التانيه. يعني ايه يا مستري؟ تعالى معايا. فين قلم الوزن؟ اهو. فين الازرق؟ ادي 3 وادي 8. تعالوا نوزن الناحيه التانيه. عد الحديد 3. ادي 1 وادي 2 3. ال8 دي مضروبه هنا مره، هنا مره، هنا مره. بالراحه. 8 في 2 صح؟ مش ده الاتش 2؟ يبقى 8 في 2. كمل. الاس 8. بالراحه. عد الاس. ادي 1. 1 غلط. شايفين دي 3 مضروبه جوه تبقى 3. حد عنده اعتراض؟ وادي بص 1 مستخبيه هناك. ادي كده كام؟ 1. ادي لسه بالراحه. 1 و3 4 و1 5. وهي المفروض تبقى 8. عشان اظبطها هعمل ايه؟ مستر دول 5 الفرق 3 يبقى اضرب دي في 3. الطالب للاسف عمل كده مع انها غلط. غلط اتأكد. 1 3 ودي بقت 3. عد كده الاسات. 3 و3 6 و1 7 وهم المفروض كام؟ 8. اعمل ايه يا مستر؟ بص يا حبيبي، لو التلاتة ما نفعتش غيرها خليها كام؟ 4. اتأكد. 1 و3 4. دي 3 ولا 4؟ 4. هتلاقيها اتظبطت قوي. مستر انا ضعيف في الوزن. هنعمل لك حصة مخصوص للوزن بكرة ان شاء الله او بعده. هنزل لك حصة وزن. بعد اذنك همسح السبورة وهراجع معاك حمض كبريتيك مركز مرة ومخفف مرة. يلا يا عم تقولش انا هحرمك من حاجة. ثانية وبعد اذنك. يلا بينا. وقف الفيديو وقلمك معايا. عاوز اكتب معادلة الحديد مع حمض كبريتيك، مرة مخفف ومرة مركز ساخن. يلا بينا انا معاك. سمي الله وبالراحة. الحديد مع حمض الكبريتيك المخفف، خد بالك الشرط بيختلف. فساعات يجي يقول لك يتوقف ناتج تفاعل الحديد مع الاحماض على اكيد تركيز الحمض. نواتج المركز تختلف عن نواتج المخفف. بجد معايا طبعا. كون كمستر في سي، انا اسف. قوي يطرد اتش. وقف الفيديو، اكتب اول جزء واشتغل معايا. انا مستنيك. وقف الفيديو، انا واقف اهو. يلا بينا. قوي يطرد اتش. اطلعي بره. انا من عيله واطيه. اسمع لي ايه؟ 2. بيطلع غاز الهيدروجين يشتعل بفرقعه صح. يلا بينا كمل. اللي فيه تاخد SO4 تبقى فسو4 ثنائيه. اللي طلعت ثنائيه عشان ده عامل مختزل. طب هنا مركز، انا افتكرت ده بيحصل خطوات كتير بس انا بنجز بجيبها بالفهم. حمض الكبريتيك بالتسخين بيتكسر ويبقى ماده مؤكسده، يبقى ده عامل مؤكسد يأكسد الحديد الى اكسيد حديد 2 اكسيد حديد 3. بقلم الرصاص بعمل كده. يلا بينا نبدل. يلا يا معلم. الموجب على اليسار، السالب على اليمين. الموجب على اليسار، السالب على اليمين. جدع. الموجب على اليسار، السالب على اليمين. الموجب يشد السالب. فسو4 ثنائيه.
زائد الموجب بيشد السالب في الصفر الثلاثية، أكيد باي 3 زائد الاتش يشد الأو تاخد مية. سمع حمض الكبريتيك عامل مؤكسد، لما يأكسد بيطلع مية وغاز مين يا عم؟ السو2. في ولد بيحب يحفظها، ماشي مستر مع مركز هذاكر بدي املاح حديد 2 املاح حديد 3 ميه ثاني اكسيد كبريت، ماشي. بس خد بالك الفهم خليك المره الجايه في التفاعلات اللي جايه ما تتلخبطش، على لما تسال نعرف نفهمك. كود الوزن انا فاكر 3 8 واوزن الناحيه التانيه، ماشي. تعالى حبيبي، كان زمان يجي سؤال كيف تميز بين ده حمض كبريتيك المخفف والمركز، او كان يجي قارن. هقارن بينهم ازاي او اميز بينهم ازاي؟ اكيد عن طريق قطعه حديد او براده حديد. هجيب حديد مجزأ اللي هو البراده واحطه على المخفف مره وعلى المركز مره. المخفف يطلع غاز الهيدروجين يشتعل بفرقعه. طب هنا هل المركز بيطلع هيدروجين؟ لا، يبقى بيطلع غاز لا يشتعل بفرقعه. هتضاعف الغاز ده مين؟ SO2 ثاني اكسيد كبريت. يبقى تاني يقول لي في الامتحان كيف تميز بين حمض كبريتيك مخفف ومركز، ويجيب لي اختيارات كتير، اكيد اختار بواسطه براده حديد. بس طب يا مستر، نعم، او ساعات يدخلني في حوار. اسمع الحوار، يقول لك كان عندي ازازتين في المعمل، الاولى حمض كبريتيك مخفف والتانيه حمض كبريتيك مركز. بعد فتره تلاشت الاسماء. نعم، كيف يمكن التمييز بين الازازتين؟ اللي جايبه بواسطه برادة حديد مسحوق حديد، لو طلع غاز يشتعل بفرقعه يبقى المخفف. لو ما طلع الغاز اللي طلع ما بيفرقعش اللي هو غاز مين؟ SO2. طب بعرفه ازاي؟ هتعرف الباب التاني اللي بيخدر ورقه مبلله بثاني كرومات بوتاسيوم. دي مش بحفظها دلوقتي، بحفظها الباب الكام؟ التاني. مش قلتها بسرعه. يبقى ده هنا لو غاز يشتعل بفرقعه يبقى مخفف، مفيش غاز فرقع يبقى مركز. فاضل لي حاجه واحده، ذرة الخمول وحمض نيتريك المركز الساخن. استأذنك امسح. يلا بينا يا جماعه نشوف اللعبه مع حمض النيتريك المركز الساخن. خد بالك من كلمه المركز الساخن. كونك مركز بالتسخين، كويس. ماله؟ المعروف ان حمض النيتريك عامل مؤكسد قوي جدا جدا جدا. اقوى من مين يا مستر؟ اقوى من الكبريتيك بكتير. هلاقي الحديد قدامه هيتفاعل معاه وهتكون عليها طبقه من الاكسيد، اكيد اكسيد حديد 2 و3، صح؟ خد بالك ده مش موجود في الكتاب، بس الطبقه دي هتبقى كميتها عاليه. هتعمل ايه يعني يا مستر؟ الطبقه دي ادي الحديد، هتغطي الحديد وتعزله عن التفاعل. تاني، حمض النيتريك معروف عنه ان هو عامل مؤكسد قوي جدا. لما يتفاعل مع حد بيحصل حاجه غريبه، بيتكون عليه او معاه طبقه من الاكسيد، صح؟ اكسيد حديد 2 و3 بس بنسبه كبيره. الطبقه دي يا جماعه بتغطي الحديد، بتعزله عن التفاعل. بس اكتبها ليه؟ يتوقف التفاعل بسبب ظاهره الخمول. غلط، الخمول الكيميائي بالله بالله عليك. يعني كلمة خمول كسل. بيتوقف التفاعل بسبب ظاهرة الخمول الكيميائي. ايه اللي حصل؟ دي مادة مؤكسرة قوية جدا جدا جدا، هيتكون طبقة من الأكاسيد عليها، صح؟ الطبقة دي غير مسمية. غير يا مستر مسمية؟ مش فاهم يعني ايه غير مسمية يا معلم؟ تعالى، كلنا عارفين مسام الجلد تسمح بخروج العرق.
لو انا حطيت كريم على البشره تمتص الكريم، صح؟ طب تخيل كده ان مسام الجلد دي مش موجوده، الجلد من غير مسام، او الطبقه بتاعت الجلد غير مساميه، هل العرق يخرج؟ لا. هل تمتص الكريمات؟ برضو لا. برضو نفس النظام. حمض النيتريك لما اتفاعل مع الحديد بس مركز هيعمل طبقه من الاكسيد بس للاسف غير مساميه. يعني إيه غير مساميه؟ هتغطي الحديد وتعزله عن التفاعل فيتوقف التفاعل. يبقى تاني، اللي بيحصل مع حمض النيتريك المركز الساخن ده عامل مؤكسد قوي جدا جدا، يتوقف التفاعل بسبب ذرة الخمول الكيميائي. يعني ايه خمول كسل؟ الكسل ده جه منين؟ كمية من الأكسيد عالية قوي غطت الحديد منعته على التفاعل. طب مستر مع الكبريتيك حصل نفس النظام واتفاعل، أكيد الكبريتيك الطبقة بتاعته مسمية فالتفاعل بيكمل. تمام. عاوز أعالج الظاهرة دي. كتاب المدرسة عندنا مبدع. ازاي؟ قال لي علاج الحك. نعم الحك. يعني ايه الحك؟ صنفره. صنفر الطبقه دي الحديد هيكمل تفاعل تاني. كويس. العلاج التاني علاج كيميائي او اتش سي ال مخفف. اتش سي ال يا مستر مخفف. يبقى علاج خمول الحديد بواسطه مين؟ يا اما الحك او اتش سي ال مخفف. تعال معايا. لو انا طالب في الازهر يجي يقول لي في الامتحان لا يستمر تفاعل الحديد مع حمض نيتريك مركز ساخن، اعرف الخمول، اقول له الاجابه ليه؟ بسبب ذرة الخمول الكيميائي. تكون طبقة مسمية ولا غير مسمية؟ غير مسمية من الأكسيد على سطح الحديد تعزله عن التفاعل، تحميه من استمرار التفاعل. بس خد بالك، لو بتقول التعريف لازم تقول علاج حك أو اتش سي ال مخفف. السؤال اللي جاي مصطلح، فولد أو بنت قال لي مصطلح. خد بالك ده بيجي قصاده اختار في النظام الجديد ده. 1 2. 1 حمض يؤدي لحدوث ظاهرة الخمول الكيميائي للحديد. 2 حمض يعالج ظاهرة الخمول الكيميائي للحديد. ايه ده؟ اللي بيعمل الخمول بيؤدي لحدوث الخمول حمض نيتريك تنقص. ليه يا مستر؟ حمض نيتريك مركز ساخن ده اللي بيعمل خمول. طب اللي بيعالج من الخمول اتش سي ال مخفف. بس عاوزك تكتب ملحوظه عندك هتلاقي بيلعب بيها في كل الكتب. اللي انا خدت بالي منه، لو عندي حمض نيتريك مركز هيتوقف التفاعل بسبب ذره خمول كيميائي. طب لو مخفف التفاعل بيتم تاني. حمض نيتريك المخفف اكتبها عندك يتم التفاعل، المركز يتوقف التفاعل بسبب الخمول. المخفف مش عليك مين؟ المركز بس ينفع العبك بيها في الامتحان. يبقى امتى يتوقف التفاعل مع حمض نيتريك المركز الساخن؟ طب لو مخفف التفاعل بيتم. اختار مين بيعمل خمول، حمض نيتريك مركز ولا مخفف؟ اكيد اختار المركز. ماشي. ده كده بالنسبه للخمول بتاع الحديد. في بعد كده خمول معدن الكروم، تعال نشوفه بعد اذنك، بس امسح السبوره. يلا بينا يا جماعه. لازم تبقى عارف ان ذرة الخمول بتحصل لثلاث معادن. مين هما؟ حديد وكروم والومنيوم. مين تاني؟ حديد وكروم والومنيوم. كان في سؤال علل جه قبل كده في الامتحانات، او سؤال موجود في علل في الاستخدامات. تعال نبص. الكروم يقاوم فعل العوامل الجويه اللي هي على معدن الكروم. يعني ايه؟ دايما فلز الكروم بيقاوم الصرى والتآكل. فعل العوامل الجويه عن الصرى والتآكل. ماشي. او جاء قبل كده في النظام القديم جاب سؤال علل بس كان تقيل شويه. ليه سبيكة الحديد والكروم لا تصدأ؟ لا يا مستر لا تصدأ. مش فاهم. هقول للبنات او اقول للرجاله حاجه، هات سكينه حطها في الميه. على ما اظن السكينه في الميه ما بتصديش. السكينه عندك في بيتكم الاستانلس، هل ينفع تصدي؟ لا. بص كده الحديده بتاعت توكة الحزام
عندك لو من الحديد واخده طبقه كده بتلمع، ممكن يا مستر تاخد لها شهر او اتنين او تلاتة او خمسة او 10 وبعدين تصدي. يعني بتصدي بعد عدة شهور. البنات الشنطة بتاعتك في حلية ماسكاها، مستر التوكة بتاعتها صح، مالها؟ بتصدي بعد كذا شهر صح. طب يا مستر في حديد بيصدي وحديد ما بيصديش. معروف الحديد عشان احميه من الصدى وخليه يصدي بعد كذا شهر بطليه يا اما بنيكل يا اما بالكروم. تعال نشوف. لو انا طليته هنا بالنيكل ادي الحديد، هطليه بالنيكل، ادي ذرات النيكل. هطلب مين؟ النيكل. مستر بتقول كروم، اسمع لغايه الاخر. اكسجين الهواء هيبدا عن طريق المسافات البينيه يخش الحديد ويعمل له عمليه صدى. لو انا طليته بالحديد طليته بالكروم اهي. تعال نشوف. سي ار سي ار سي ار. ادي اكسجين الهواء مش هيصدي، انا اسف مش هيتاكل. ليه يا مستر ما يتاكلش؟ اقول لك يا معلم. الاكسجين بيتفاعل مع الكروم ويعمل طبقه من الاكسيد على سطح الكروم اهي. طبقه من الاكسيد على سطح الكروم اهي. طبقه من الاكسيد على سطح الكروم. طبقه مسميه ولا غير مسميه؟ طبقه غير مسميه. لو انت ركزت ليه غير مسميه؟ حجم جزيء الاكسيد اللي اتكون اكبر من ذرات الكروم او الفلز نفسه، فالعادي انها تقفل المسافات البينيه. يبقى تاني علل. سبيكة الحديد والكروم لا تصدأ اللي هي الاستانلس في حياتنا. الكروم يقاوم فعل العوامل الجويه اللي هي الصدى والتآكل. اللي جابها ليه؟ بسبب ظاهره الخمول للكروم. عند تعرضه الاكسجين الهواء الجوي يتكون طبقه غير مسميه من الاكسيد على سطحه فيقاوم فعل العوامل الجويه صح. بس كمل كلام الكتاب. يرجع ذلك ان حجم جزيء الاكسيد اللي هو بالازرق ده اكبر من ذرات الفلز. يبقى تاني يرجع ذلك ان حجم جزيء الاكسيد اكبر من ذرات الفلز. واحد سالني طب ليه في النيكل بيصدي بعد فتره؟ هو بالحق بيعمل طبقه من الاكسيد هنا، بس طبقه الاكسيد حجمها صغير فبتبقى مسميه تسمح ان الاكسجين يعدي خلالها ويعمل عمليه الصدى. طبعا دي مش علينا، انا بشرحها بس عشان لو حد جت في دماغه. يبقى تاني الخمول بيحصل لكام معدن؟ 3. حديد كروم ألمنيوم. الحديد مع حمض نيتريك مركز ولا مخفف؟ مركز ساخن. طب لو مخفف يتفاعل ما بيعملش خمول. طب الكروم بيحصل مع مين؟ عند تعرضه لاكسجين الهواء هيكون طبقه غير مسميه من الاكسيد فيقاوم فعل العوامل الجويه. بكده نكون خلصنا شرح المعادلات. اللي هعمله دلوقتي هوقف الفيديو وهكتب معادلات الحصه كلها حولها في دقيقتين ونقفل الحصه مع بعض بعد اذنك. يلا بينا يا معلم. تفاعلات الحديد كلها اللي احنا عاملين نقول عليها الحصه كلها بذاكرها ازاي؟ ودي اهم حاجه عندي. انا فهمت تمام فبذاكرها بالنظري بتاعها. نظري اول حاجه انا فهمت مع المستر دلوقتي خلاص هذاكرها نظري ثم حفظ. لا انا هحفظ بس، ده كده غلط، بمسحه خالص مش عاوزه يا عم. افهم وذاكرها بالنظري. اشطب كلمه حفظ، انا اسف. الحديد المسخن للاحمرار مع الاكسجين يبقى مين؟ مغناطيس. انا بكتب مغناطيس. ادي البخار بكتب مغناطيس. يلا بينا. رمزه Fe3O4. طب هنا بخار بكتب مغناطيس. هتنقص ليه؟ هيطلع غاز مين؟ ما اخد اللي هو عمل مغناطيس. اتفضل H2. لازم تكتب لي زائد H2. الوزن خلاص انت قطعت على الوزن كفايه.
الحديد مع الكبريت تبقى فس. كبريتيد حديد 2. الحديد مع الكلور، بقول ان الكلور عامل مؤكسد قوي، هيدي كلوريد حديد 2 ولا 3؟ كلوريد حديد 3. انا فاكر وزنها، كنت بعمل مقص هنا. الحديد مع حمض HCl مخفف، ده قوي، يطرد اتش، تلاقي بره اتش، لا H2 يا مستر. يشتغل بفرقعه جدع، ياخد الCl FeCl2 اللي طلع توم 3 عشان ده عامل مختزل. الحديد مع حمض كبريتيك، خد بالك من هنا، مخفف ولا مركز؟ مخفف، قوي، يطرد H2، ده عامل مختزل، زائد ياخد الSO4 تبقى فسو4 ثنائيه. ليه مش ثلاثيه؟ عشان الهيدروجين عامل مختزل او ماده مختزله. الشرط نفس المعادله، بس الفرق الشرط اتغير، بقى مركز ساخن. انا فاكر بيطلع مين؟ املاح حديد 2 3 ميه ثاني اكسيد كبريت، صح؟ او بقول ده عامل مؤكسد باكسده الثنائي وثلاثي وابدل، صح؟ يطلع مين مع بعض؟ املاح حديد مين؟ 2 كبريت حديد 2، كبريت حديد كام؟ 3 ميه ثاني اكسيد كبريت SO2، صح؟ يبقى تاني بيطلع مين؟ كبريت حديد 2 كبريت حديد 3 وميه وثاني اكسيد كبريت. بعد اذنك، حمض نيتريك مركز ساخن، مش ده مركز هيتفاعل؟ لا، يتوقف التفاعل بسبب ظاهرة الخمور، بالراء تبقى حمار، هتروح النار، خمول كيميائي. طبعا الطبقة اللي بتتكون على الحديد مسمية ولا غير مسمية؟ غير مسمية من الأكسيد. طب لو قلت لك حمض نيتريك مركز، لا ضايل يعني مخفف، المخفف يحدث تفاعل وده مش علينا. المخفف يحصل خمول؟ طبعا لا، مفيش خمول، في مين؟ تفاعل. بكده يا حبيبي اكون خلصت معاك تفاعلات الحديد. اذاكر الحديد ازاي؟ زي ما انا اشتغلت بالظبط، انا بفهم وبعدين اشتغل، بذاكرها بالنظري بتاعها، كل معادله بكتبها اكتب معاها النظري. مستر انت ما وزنتش دي ب2، ماشي، في ازمه بالنسبه لك؟ بكده خدت تفاعلات الحديد فرمتها، سيادتك هتعمل ايه؟ هتوقف الفيديو وتعيدهم معايا زي ما انا اشتغلت اخر جزء. لا يا مستر بصراحه انا ما كنتش شغال معاك من اول ورقه وقلم، يبقى تعيد الفيديو تاني من الاول، ورقه وقلم واشتغل معايا. اشوفك على خير ان شاء الله باذن الله. بكره هنزلك الوزن وهنزلك معاه درس اسمه درس السبائك، تقريبا درس السبائك بتشرح ما بياخدش نص ساعه، وبعد كده هنزلك باقي المعادلات. اشوفكم على خير، السلام عليكم.